ضيفنا هذه الليلة ضيف مشاكس. أذكر أنني قبل 10 سنوات أو قبل حوالي 20 عاما وليس 10 سنوات، السنوات تمضي سريعا، كتبت عنه أنه زعيم نقاد الخليج في رالي النقد الحديث، لا يرضى إلا بالمرتبة الأولى، وإذا وجد أن هناك من سيدخل في منافسة حرجة معه نزع علامات الطريق وحول السكة وأقنع الجميع بتغيير نقطة الوصول وخط نهاية السباق. أذكر أنني أيضا بعدها بسنوات 10 سنوات كتبت في دراسة أخرى عن الدكتور عبد الله القذامي أنه أفضل مدير للفكرة وأفضل مسوق للمنتوج الثقافي، فهو يحسن تصيد مواسم الإقبال على الشراء، ويفهم في صنع مزيج التسويق، ويعرف كيف يطرح منتوجاته الجديدة، بل وكيف يخلق الحاجة إلى هذه المنتوجات، وهو في كل ذلك فيما يطرح منتوجه يستعد لموسم الرواج التالي بمنتوج جديد قبل أن تنتهي دورة حياة المنتج الذي طرحه في السوق. الدكتور عبد الله القذامي علامة من العلامات في تاريخنا الفكري الحديث في هذه المنطقة. في عام 1985 تحامته العشيرة وأفرد إفراد البعير المعبد لأنه أصدر الخطيئة والتكفير. سموه حاخام الحداثة، وسموه رسول البنيوية، وسارع من سارع إلى تغيير اسمه من عبد الله إلى عبد الشيطان. اتسعت نار الحرب عليه، اتهم بالخيانة واتهم بالماسونية واتهم بالتغريب، وشنت الحرب عليه من منابر الجوامع وأشرطة الكاسيت وعبر الكتب وأعمدة الصحف، بل إن أحد رجال العلم أرسل رجلين من القصيم إلى جدة، قطعوا 1000 كيلومتر من السفر لهدف واحد، هو أن يذهبا إلى المساجد القريبة من بيته ليتحققوا من أنه يرتاد أحدها. وقد حدث ذات مرة أيضا أنه أراد الاستعانة برجل على قضاء حاجة له، ولم يفعل الرجل ذلك إلا بعد أن استفتى أحد المشايخ عما إذا كان مال الحداثي حلال أم حرام، ولقد كان الجواب إنه مثلما تتم المبايعة البيع والشراء مع أهل الملل الأخرى، فقياسا على ذلك التعاطي مع الحداثي جائز بهذه الشروط. وظل عبد الله القذامي يخرج من معركة ليدخل في معركة أخرى، لا يكف ولا يمل، يناقش ثقافة الوهم ويقترح ثقافة الأسئلة، حتى أعلن موت النقد الأدبي وكرس مشروعه للنقد الثقافي. ألم أقل لكم أن القذامي يستبدل سكة السباق ونقطة الوصول كلما احتاج الأمر إلى ذلك؟ قبل أن يأتينا إلى البحرين هذه الأيام تحرش بفكرة الهوية من أكثر أبوابها حساسية، فطرح نسق القبيلة والقبائلية، وعادت حليمة إلى عادتها القديمة، فكفره أحد أشراف مكة على تفسيره آية من آيات القرآن الكريم. ثم دعته جامعة الإمام محمد بن سعود لإلقاء محاضرة. جرت في هذه الأثناء مياه كثيرة في النهر، أجلت المحاضرة ثم ألقيت وسط تكهنات باحتمال إعادتها مرة أخرى، ولا ندري إلى أين سيقذف اليم
بأفكار القذامي. المهم أن عبد الله القذامي معنا هذه الليلة، سنستمع إليه في ندوة بعنوان الهويات الجذرية والهويات الفرعية. أقدم إليكم ضيفنا الليلة الدكتور عبد الله القذامي. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد الله مساءكم. أحيانا إذا رأيت نفسك مشرحا في كلمات مثل الذي جرى قبل قليل، تبحث لنفسك عن نقطة أمان، والبحرين علمتني دائما أنها نقطة أمان بالنسبة لي، وهذا ليس مجاملة. يعني الذي يعرفونني حقيقة يعرفون أن الذي أقوله صحيح. منذ أن اكتشفت المجموعة المثقفة والمجموعة المثقفات في البحرين، وأنا أراهن كثيرا على البحرين، أراهن عليها كمستقبل، وأراهن عليها كمرجعية ليس معرفية وثقافية فحسب وهي كذلك، ولكن أيضا كمرجعية سيكولوجية أمنية لمنطقتنا. وإذا أردت أن أستنشق هواء ممتلئا بالأكسجين جئت إلى هنا. أنتم هوائي وأنتم رئتي وأنتم الرؤية التي أرى عبرها المستقبل. ليلة البارحة رتب الأستاذ محمد البنكي مع مجموعة من الشباب والشابات لقاء، أحسست أنني مرة أخرى رأيت المستقبل في البحرين مثل ما كنت رأيته قبل 20 سنة. ورأيت قبل 20 سنة مجموعة من الشباب والشابات وضعت رهاني فيهم وعليهم، فلم يخيبوا ظنا ولم يخيبوا أملا. أنا متأكد أن المجموعة التي رأيتها ليلة البارحة أيضا لن تخيب لي ظنا ولن تخيب لي أملا. ظلت البحرين، وأنا قلت البارحة أيضا، صورة عميقة في نفسي منذ الطفولة. فأهلي حينما نشأت في بيت الأهل كانت حديث الناس عن البحرين والغوص، وأهلنا الذي كانوا يأتون إلى البحرين ومنها إلى بومبي، ثم يعودون من الهند إلى البحرين، ثم يعودون إلى عنيزة، والارتباط وثيق في الذاكرة، كأن البحرين كانها بنت الجيران أو كأنها أهلنا اللي هناك. ومع الزمن حينما كبرت وصرت أتي إلى البحرين، جئتها سائحا، جئتها في مؤتمرات، جئتها في مناسبات رسمية، جئتها في مناسبات غير رسمية، لكن في كل مرة أحضر فيها إلى البحرين أزداد حسا بأنني أنا بخير، وأن مستقبل الثقافة دائما بخير. الحيوية التي نجدها هنا، أنا شاكر وممتن للأستاذ محمد على هذه المقدمة. ربما كنت نسيت نفسي في بعض المرات، يعني نسيت أن أحد ما وصفني بعبد الشيطان مرة ومرت، لكني تذكرتها الآن مرة أخرى. لكن حينما أبدأ قائلا بسم الله الرحمن الرحيم أشعر أنني عبد الله، فعلا عبد الله، والحمد لله أنني عبد الله، حتى وإن حاولوا سلب اسمي مني. على حال أنا ممتن جدا لهذه الجلسة معكم، ممتن للبحرين، ممتن للحضور معكم. والسنة دي سنة تقاعدي من العمل، بعد شهر سأتقاعد. وكنت أظن أن محاضرة جامعة الإمام، لأني أصلا تخرجت من جامعة الإمام قبل 40 سنة ولم أدخلها على مدى 40 سنة، وظننت أنها أكرمتني بأن دعتني في سنة تقاعدي. اللي حدث أنهم ألغوا المحاضرة، شكرا لهم أنهم ألغوها. فأحس الآن محاضرتي التي تتوج آخر شهور العملية هي هنا في البحرين. هذا فأل حسن بالنسبة لي، فشكرا لكم على هذا الفأل الحسن. الموضوع عن الهويات الثقافية والهويات الجذرية، وهو مبني في الأصل على موضوع الكتاب عنوانه القبيلة والقبائلية وهويات ما بعد الحداثة. الحقيقة التي نلاحظها أنه في الثقافات البشرية اليوم طرح بشكل شديد سؤال الهوية، وهو سؤال لم يكن مطروحا في الثقافات القديمة ولم يكن واردا.
وبومان يشير في كتابه، وهو بومان أهم من اهتم بمسألة الايدنتيتي والهوية، أنه هو بولندي أصلا ويعيش في بريطانيا، فبالتالي يعيش في منطقة اللاهوية، ليس في بلده وليس في بلد. فيقول عن قصة طريفة أن الإحصاء الذي أجري إحصاء في بولندا، وذهبوا إلى بعض الجماعات التي في الأرياف فيسألونهم: من أنتم؟ ما هويتك؟ تنتمي إلى ماذا؟ لم يستطيعوا استيعاب السؤال، فكل ما هنالك صاروا يقولون: نحن من هنا. يعني كيف؟ يعني سؤال من أنت؟ تنتمي لمين؟ قوميتك؟ يعني السؤال غير وارد في أذهانهم. فاضطرت هيئة الإحصاء أن تضع سؤال: هل أنت محلي أم لا؟ أساس يقول أنا محلي، يعني من هذا المكان. فسؤال الهوية أصلا هو سؤال جديد طرح في الثقافات، وجاء وصار بحثيا مهم واجتماعيا يفرض نفسه، وصار كل إنسان بطريقة أو بأخرى يسأل: كيف؟ من أنا؟ في مقابل من ومقابل ماذا؟ سؤال الهوية هو سؤال من المعنى، ينتمي إلى مملكة المعنى، مملكة المعاني الذي تبتكرها الحياة والثقافات، خاصة على مستوى البحث. حينما تنتقل الأمم أو الثقافات أو الشعوب من المعنى الضروري الذي هو المعنى التداولي الذي هو شرط لحياتها إلى المعنى الترفي، الانتقال إلى المعنى الترفي يبدو في البداية أنه لمجرد المتعة ومجرد التسلية، لكن مع الزمن يتحول المعنى الترفي إلى معنى ضروري، وينشأ شيء يجعل المرأة بطريقة أو أخرى يحس أن معناه الحقيقي هو باختلافه عن أحد آخر، أنه لست أنا بما إني مثل فلان وفلان، أنا بما إنني مختلف عن فلان أو فلان. وهذا معنى حقيقي علميا ولغويا إلى آخره صحيح، لكن يبدأ بعد ذلك إشكال آخر، وهو أنه بما إنني مختلف إذن أنا متميز كتمييز عن غيري، وهذا أيضا يستمر صحيح. لكن نبدأ باللا صحيح حينما نشعر أنه بما أنني مختلف إذن أنا متميز عن غيري، إذن المرحلة التي تليها أنا متميز فوق غيري. ثم يأتي بعد ذلك منطقة تصورية أخرى، وهو أن غيري بما أنه ليس مثلي فهو أقل مني، ويبدأ هذا الاستمرار السلبي، أن الذات لا تبدأ تعرف نفسها إلا من حيث نفي الآخر، وتبدأ عملية أنه لكي أعرف نفسي لا بد أن الآخر المختلف عني أقل مني. ربما بهذه الحالة ندخل إلى المعاني التي أسميها المعاني القاتلة. المشكلة في هذه المنطقة أن الأسئلة المثالية الكبرى التي عادة نلجأ إليها ونظن أن الحلول عندها، نكتشف أنها لا تملك الحلول. لنقل الدين ولنقل العلم، سنكتشف أن الدين والعلم لا يصنعان هذه الفروقات، وفي الوقت ذاته لا يستطيعان حل هذه الفروقات في كل التجارب. لا العلم ولا الدين ولا العقل هي لا تصنعها، لأننا لو سألنا بالمقياس الديني أو المقياس العقلي أو المقياس العلمي هل هذه الفروقات على مستوى الدين العقل العلم صحيحة، الجواب البحت لا. طيب إذا هي ليست بصحيحة، هل بإمكان العلم والدين والعقل إذا تعتقد هذه المعاني الكبرى أن هذه